عارفاني يا اختي، عشرية واحب اسأل عن جيراني، طبعا اطمن على اخبارهم اول باول. غلطانة بقى يا اختي؟ غلطانة يا ابو سيد؟ لا يا بمبة، ما انتش غلطانة، ده الواجب وده الاصول. امال الولية اللي تنقرص في نن عينها اللي اسمها عنايات دي ملوية ومقموصة مني ليه بقى؟ اللي بتسألي عنها يا بمبة؟ ايوه يا ابو سيد. بالعكس يا بمبة، احنا لازم نسأل عن جيراننا ونطمن عليهم. لكن مش بقولك ما يتمرش فيهم ابدا. قال لي يا اخويا الولية تقعد تزعق لي وتهلل في وسط الحتة وتلم عليا اللي يسوى واللي ما يسواش. غريبة، معقولة دي يا بمبة؟ وحياتك ده حصل يا ابو سيد. لا بقى الحكاية لازم فيها إن، لازم فيها إن. احكي لي حصل ايه بالتفصيل. هحكي لك يا ابو سيد. ايوه احكي لي. من قيمة يومين قابلت البت حلويات اللي بتشتغل عند الست عنايات، رحت نبهة عليها. ازيك يا بنتي يا حلويات؟ الله يسلمك يا خالتي بمبة. والنبي انت ما تعرفي مقامك عندي قد ايه، وقلبي بينشرح لما بشوفك كمان زي ما تكوني كده بنتي. قولي لي يا حلويات، انت رايحه فين يا اختي؟ نازله السوق يا خالتي بمبة. حلوه قوي، نازله تشتري الخضار لاستعنايات، مش كده يا حلويات؟ ايوه يا خالتي بمبة. هتطبخوا ايه بقى النهارده؟ بطاطس يا خالتي بمبة. وهتشتري بطاطس قد ايه؟ قد ما هم قايلين لي يا خالتي بمبة. والنبي يا اختي ليكي حق ما تقوليش، اصلك عاقله وتفهمي في الاصول. انا مستخسركي في الخدمه قوي، بيني وبينك صعبان عليا انك تخدمي في البيوت وتتعبي فيها، والنبي ده انا لك عندي عريس لقطه يا بنتي يا حلوه. والنبي يا خالتي بمبة اهو احسن من الشقه اللي انت فيه. قلتي ايه؟ هي الواحده عايزه ايه غير انها تتستر يا خالتي بمبة؟ على خيرة الله يا حبيبتي، ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه. قلتي لي هتشتري قد ايه بطاطس؟ ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه بعد ما تشتري البطاطس. انت قلتي لي هتشتري قد ايه؟ 2 كيلو يا خالتي بمبة. وطبعا هتشتروا لحمه ولا هتطبخوها قرداحي؟ لا يا خالتي بمبة، ده انا هجيب نص كيلو. يا ندمتي، نص كيلو لحمه؟ نص كيلو على 6 انفار يا بنتي، ده ما ياكلش 6 قطط. عن اذنك يا خالتي بمبة، احسن اتاخرت. طب يا حبيبتي مع السلامه. الا على فكره، في حاجه يا خالتي بمبة؟ هي الست عنايات كانت بتتخانق مع جوزها امبارح ليه؟ لا مؤاخذه يا خالتي بمبة، دي حاجات تخصهم وماليش دخل فيها. ربنا يكملك بعقلك. اوعي تتاخري عن ميعاد النهارده، تفوتي عليا العصر، من عارف يمكن يكون العريس عندي. متشكره يا خالتي بمبة. واتابي يا اختي، انا كنت قاعده اتكلم انا والبت تحت الشباك اللي بتنقرص في نن عينها ام اسماعيل، وانا مش واخده بالي، وابص الاقي ابنها الصغير، قلت اساله عن امه واطمن عليها. رحت نادها عليه وقلت له انت ما تعرفش غاوتك عندي قد ايه، لما بشوفك قلبي بينشرح، وحياتك ولا ليك عليا يمين. انت غلاوتك عندي ما تتقدرش، زي ما تكون ابني تمام. الا قول لي يا حبيبي، وانا لسه اختي هسمع كلام الولد ولا ايدك الوليه ام اسماعيل طلع من الشباك وبتصرخ على ابنها وبتقول له انت يا واد يا اسماعيل اطلع يا واد، مالكش دعوه بالست دي، لقطع رقبتك. الله 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 الله، ايه اللي بتعمليه ده يا ام اسماعيل؟ حلبتي يا اختي هتشوفوا له عروسه هو كمان. اطلع يا واد، مالكش دعوه بيها ولا لكش كلام بيها، دي ست ملهاش شغلانه غير تتجسس على جيرانها. شفت يا ابو سيد؟ قال انا يا اخويا بستقصى عن اسرارهم، وقال ايه الواحد لازم يسأل عن صحتهم وصحة سلامتهم، لكن ما يتأثرش عن اسرارهم. أيوة انا غلطانة، ده انا قصدي اطمن عليهم يا ابو سيد. تطمني على مين؟ الحقيقة بمبة شيء مش ظريف ابدا اللي بيحصل ده. يعني ايه بقى يا ابو سيد؟ يعني الواحد يسأل عن صحة جيرانه ما قلناش حاجة، يطمن عليهم ما قلناش حاجة، لكن ما يسألش طبخين ايه النهاردة، عاملين ايه النهاردة، اتخانقوا مع بعض ولا ما اتخانقوش. البيوت اسرار يا بمبة، ثم انت تحاولي تعرفي اسرار البيوت. امال السؤال عن جيراننا واجب ما قلناش حاجة، لكن محاولة معرفة اسرار الناس عيب يا بمبة. شوفي يا اختي الراجل اللي بيعوم على عوم الولية ام اسماعيل ويغلطني زي ما هي عايزة تغلطني، وفضحتني في وسط الحتة كلها، وخلت يا اختي الجيران كلهم ما يجوش يكلموني. بقى ده جزاتي.